أحدى أهداف مؤتمر ستار هو تعزيز التعايش الديمقراطي والسلمي للمجموعات العرقية والدينية المختلفة في شمال وشرق سوريا من خلال التحديات الإيديولوجية القومية والعنصرية والطائفية. منظم مؤتمر ستار نفسه من خلال التضامن والإدارة الذاتية لجميع النساء بكافة الشعوب والأديان والطوائف في رojava في شمال وشرق سوريا، ويعمل على تحقيق العدالة للنساء وجميع الشعوب الموجودة منها السرياني والكردي والعربي والآشوري. وأيضا نحارب لإبادات الشعوب والثقافات في روجافا، ونكافح من أجل فكر القائد عبد الله أوجلان الذي يعتمد على المساواة المرأة بالرجل وقتل الذهنية الذكورية والسلطوية. قيام قوات سوريا الديمقراطية بتحرير شمال وشرق سوريا قامت بتحريرها من المجموعات الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي، وقامت بتشكيل المؤسسات. قمنا بنشر فكر القائد عبد الله أوجلان والذي يعتمد على التعايش المشترك بين الشعوب. وأيضا منذ تلك التاريخ الذي قامت الإدارة الذاتية بتحرير شمال وشرق سوريا، قام مؤتمر ستار بكل شفافية بنشر التعايش المشترك بين الشعوب، وأيضا الابتعاد عن العنصرية والقومية. مؤتمر ستار له دور كبير في تعزيز في التعايش المشترك. وأيضا لاحظنا في مجتمعنا هناك كردي وسرياني وعربي، وبدأنا بنشر فكر القائد عبد الله أوجلان ابتداء من الكومينات من أجل أن نستطيع نشر الفكر الديمقراطي الحر وتعزيز التعايش المشترك بين الشعوب وابتعادا عن العنصرية والقومية والطائفية. قمنا بنشر فكر المساواة بين المرأة والرجل وقتل الذهنية الذكورية الذي كان هذا الفكر يقتل من المرأة ويقتل من نفسيتها. فنحن كمؤتمر ستار بلشنا نحارب هذه الذهنية الذكورية التي تعتمد على قتل المرأة وحبسها وخنقها. ونحن كمجتمع في روجافا سنسير على درب فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان التي تعتمد على نشر السلام ونشر التعايش المشترك بعيدا عن الطائفية والعنصرية والقومية، وتعتمد أيضا على حرية المرأة ومساواة المرأة بالرجل. لمؤتمر ستار بالمراحل الحساسة ورغم كل الحروب الذي منذ 12 سنة وما زالت مستمرة، قدرت أنه توحد صوت النساء والوقوف وكانت قادرة على الوقوف في وجه الذهنية الذكورية والسلطة الذكورية، وأيضا جعلتها أصحاب مواقف ضد الاحتلال التركي وضد أي مجموعات إرهابية ثانية. رغم هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا التي تهدف إلى تفكيك التعايش المشترك، بس عم يصير عكس هذا، وعم نشوف إنه الكردية والعربية والسريانية والآشورية يعززوا من هذا التعايش من أجل مجتمع حر ديمقراطي لا يعتمد على العنصرية والشوفانية والقومية. نطالب جميع النساء من تعزيز الحماية الذاتية ضد الاحتلال التركي.